مشاهدينا الأعزاء، برحب بكم معايا وحلقة جديدة وتحت الضوء على شاشة الفضائية المصرية، وكل ما يلقى اهتمام مشاهدنا الكريم من أحداث وأخبار وكل ما هو جديد في تحت الضوء وعلى شاشة الفضائية المصرية. في حلقتنا النهارده في تحت الضوء بنتابع مع حضراتكم حفل ختام مهرجان الحرف التراثية واليدوية. المعرض والمهرجان كان رائع التنظيم، شفنا جمال وتنوع المعروضات بشكل متميز جدا، إبداع العارضين والخيال الجميل اللي كان موجود من خلال المعروضات، تناسق وتناغم الألوان بشكل رائع، والأهم كان إقبال الجمهور الكبير على هذا المعرض من كافة فئات العمر. حالة إبداعية جميلة عشناها من خلال معرض ومهرجان الحرف التراثية واليدوية أيضا. مؤخرا اتجهت للعمل اليدوي للهاند ميد. شاركت بعض الناس في شغل الجلد. المفروض شغل الجلد دوت بنعمله كله بايدينا بغرزه الايد العاديه. بنشتغل الدك بكل حاجات فيه. اشتغلنا الدك اللي هو الترند الجديد اللي هي الشنطه التوت باج ديت، عملناها مطبوعه، وعملناها المطبوعه طبعا ده شغل الكمبيوتر عشان كل الشباب بيحبوه. عملنا التطريز وعملنا الوان وعملناها 3D. عملنا ملايات خياميه واللي هو 3D برضو، والرنر بتاع السرير والمفارش. عملنا كمان الكوشن بتاع الانتريه هاند ميد فلاحي واشكال كتير جدا. وعملنا الشال الفلاحي اللي كل البنات بتحبه يعني. وان شاء الله شغلنا يعجبكم، وان شاء الله يعني نبقى نتقابل في معارض تانية كتير ان شاء الله. بعمل اكسسوارز افريكان، ومعايا نورهان صفي بتعمل الشنط والسكارفز افريكان برضو بس بالطراز النوبي. وفي سامر معاه اللبس الافريكان، واحنا الثلاثه بنعمل الحاجات كلها افريكان. بعرض يعني شغلي ده انا بعمله بايدي، يعني اغلبيه المنتجات بتبقى من نخل، ناخد من نخل ومع خيط صوف وبعد يعني اشتغل. والطواقي والبتاع والميداليات الخرز. واشتركت في معارض كتيره، يعني ما بيبقى في معارض بنزل. انا اشتركت في معارض كتيره، يعني بروح معارض وبعرض بقى حاجاتي دي، وطول ما انا قاعده يعني بقعد اشتغل وكده عشان اعرض يعني اللي هو يعتبر التراث بتاعنا ده يعني. بعد ما طلعت معاش بقى الحمد لله بشتغل دلوقتي أشغال فنية. أولا عملت معارض كتير، وأنا الآن مشتركة في معرض هنا مهرجان الحرف التراثية تبع وزارة الثقافة.
فطبعا ده كان شغلي زمان، وقالوا لي يا ريت تشتركي معانا في المعرض، وانا الحمد لله يعني اشتركت في المعرض، والحمد لله كان مهرجان كبير ورائع، واول مره اشترك في المهرجان. وانا اشتركت في معارض كتير في الكويت ورحت معرض في تركيا، واصلا انا مصوره فوتوغرافيه برضه. ويا رب تكون اشغالنا تعجب الناس، والحمد لله يعني الواحد بيسلي وقته وبيعمل حاجه مفيده لاعضاء النادي، ان احنا بنعلمهم ازاي يشغلوا وقتهم بدل ما يجوا يقعدوا كده من غير هدف ولا حاجه. وطبعا الفن ده اجمل حاجه في الدنيا، بيخلي الواحد يعني ما بيحسش باي تعب ولا هموم، ولا يفكر في مشاكل ولا مين سأل عليه ومين ما سألش. يعني الفن جميل، وهو بيبقى علاج نفسي برضه. وشكرا لحضرتك. قدمنا لكم حلقة جديدة من تحت الضوء، تابعنا فيها مهرجان الحرف التراثية واليدوية، تابعنا فعاليات المهرجان والمعروضات. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة في تحت الضوء وعلى شاشة الفضائية المصرية.